ازاي هي بالحلاوه دي؟ تعالوا اقول لكم على احلى فراخ مشويه ممكن تاكلوها هنا في اسكندريه. جربتها مره صدفه وبصراحه بقت ادمان بعد كده. فانا جربتها معاكم قبل كده وقلت لكم عليها، بس المره دي انا طالبه من المكان غير الفراخ المشويه. بجد يا جماعه من احلى الفراخ المشويه اللي اكلتها من فتره كبيره. طالبه بقى المره دي كمان فرايد تشيكن من نفس المكان ده. هشوف هل الفرايد تشيكن بتاعته حلوه ولا لا. انا مش عارفه دي ايه. دي الفراخ المشويه. تعالوا نتشيك الجوده زي ما هي ولا اتغيرت، وبعدين نجرب مع بعض الفرايد تشيكن لاول مره. اللي عارف انا بتكلم عن مكان اسمه ايه او لقط المكان يكتب لي في الكومنتس وانا هقول لكم اسم المكان في اخر الفيديو. بصوا يا جماعه، انا اول مره جربتها قعدت اقول هي لونها فاتح كده ليه، مش زي كل الفراخ المشويه بيبقوا حارقينها على الفحم. بسم الله. ازاي هي بالحلاوه دي؟ الفراخ المشويه عنده احلى من الفراخ السوريه وانا كده كده وكلنا عارفين من اسكندريه مين احلى بتاع فرايد تشيكن في اسكندريه. فهنجرب حد جديد، معقول يطلع احلى ولا لا؟ هنتاكد دلوقتي مع بعض. وبعد ده شكله باربيكيو صوص، شكله طلع بعته مع الفرايد تشيكن. وفي هنا طحينه لها ماش بوتيتو وتوميه، اكيد دي توميه سبايسي، وعيش ومعالق بقى. دي وجبه كريسبي ب 130 جنيه. ندوق السلطات في الاخر، المهم ده. اوكي، دي وجبه ستريبس. انا كنت فاكراهم طالبين فرايد تشيكن في البيت، طلعوا طالبين ستريبس. 4 بيسز من الستريبس، 4 ستريبس، حجمهم معقول، حجمهم حلو ماشي. معاهم توميه عاديه وتوميه سبايسي وحبه بطاطس. تعالوا ندوق الفرايد تشيكن الاول من غير ما احطها في التوميه او اي حاجه. بسم الله. حلوه قوي، بجد حلوه قوي. هي صغيره، مش نفس حجم المكان اللي احنا كلنا متعودين عليه بيعمل فرايد تشيكن وستريبس باحجام كبيره. انا بالنسبه لي المكان التاني ده ادمان، بس صراحه هي طعمها حلو. يعني حجمها ممكن يكون اصغر منه بس هي طعمها حلو. خلونا نجرب التوميه بتاعتهم. حلوه قوي، التوميه لذيذه جدا. نشوف البطاطس، بطاطس عاديه خالص. الستريبس طعمها حلو قوي. المكان هو ابو يونس، للي لسه ما عرفوش موجود على طلبات وممكن تكلموه هو تطلبوا منه. بس بجد حاجاته حلوه، واكتبوا لي في الكومنتس بتجربوا ايه من عنده حلو. لا، الفراخ المشويه من عنده التوب، بعدها ممكن يجي اي حاجه تانية. باي باي.